السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نشرة الأخبار من قناة المغرب بالمختصر، وتتابعون فيها فاجعة مأساوية تهز المغرب تخلف مصرع 12 مغربيا. خبر مفاجئ وصادم بخصوص أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب. صاعقة رعدية قوية تخلف فاجعة مؤلمة بإقليم الصخيرات. سرقة 100 مليون في سطو هوليوداي تهز وكالة بنكية بجمعة سحيم. بلاغ عاجل وهام للمغاربة. رئاسة الحكومة: قروض تتسبب في فاجعة مميتة بضواحي بني ملال. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، ندعوكم متابعين الكرام إلى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لتتوصلوا دائما بجديد الأخبار الوطنية والدولية. والآن إلى التفاصيل. أعلنت السلطات المحلية في جزر البليار الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط أن 12 مهاجرا مغربيا فقدوا بعد قفزهم في المياه الجمعة من قارب كان في طريقه إلى الأرخبيل، وإنقاذ 14 من ركاب القارب على بعد 58 كيلومترا جنوب غرب جزيرة كابريرا. وأفاد المهاجرون أن 12 شخصاً فقدوا بعد قفزهم في المياه وفق ما أوردت السلطات المحلية في بيان، وأضافت أنه تم إطلاق عملية بحث عنهم بمشاركة الحرس المدني مع تكثيف السلطات الرقابة على طرق الهجرة الأخرى إلى أوروبا. شهد الطريق من شمال إفريقيا إلى جزر البليار زيادة حادة في عدد المهاجرين الذين يستخدمونه منذ بداية العام وفق أرقام وزارة الداخلية الإسبانية. وبحسب منظمة كاميناندو فرونتيرس الإسبانية غير الحكومية، فإن أكثر من 10,400 مهاجر قضوا أو فقدوا في عرض البحر خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا هذا العام، الذي شهد تدفقاً قياسياً للمهاجرين إلى جزر الكناري. ويعد عام 2025 الأكثر حصداً للأرواح منذ بداية المنظمة في تسجيل بياناتها بهذا الخصوص. في المقابل، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 46%. وفي أخبار الأسعار، تواصل أسعار اللحوم الحمراء في المغرب تسجل مستويات مرتفعة وسط موجة غلاء مستمرة منذ أشهر عديدة، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، وجعل الحصول على كيلوغرام واحد من اللحم الأحمر بمثابة ترف لا تتحمله العديد من الأسر، رغم تصريحات بعض المهنيين التي تشير إلى تراجع طفيف في أسعار سوق الجملة بالدار البيضاء. رغم الإجراءات المتخذة لدعم السوق، لم تشهد الأسعار على مستوى البيع بالتجزئة أي انخفاض ملموس، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 90 و110 دراهم في معظم المدن، بل وصل السعر إلى مستويات أعلى في بعض المناطق، ما دفع شريحة واسعة من المستهلكين إلى تقليص استهلاكهم بشكل كبير. ويفسر المهنيون هذا الارتفاع المستمر بعدة عوامل، من بينها غلاء الأعلاف وانخفاض العرض المحلي بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى الطلب المتزايد خلال بعض المواسم. وفي أخبار الحوادث، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بجروح وحروق على مستوى الصدر، وذلك مساء أمس بعد أن باغتتها صاعقة رعدية بجماعة صباح التابعة لعمالة الصخيرات تمارة. وحسب مصادر محلية، فقد جرى نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث وصفت حالتها بالمستقرة. وتزامنت الحادثة مع تقلبات جوية شهدتها المنطقة، تميزت بتساقطات مطرية متفرقة وسحب رعدية، في وقت كانت فيه المديرية العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من هطول زخات رعدية متفرقة ببعض مناطق المملكة. وفي نفس السياق، شهدت عدة مناطق بالمملكة خلال اليومين الماضيين تساقطات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية. وفي خبر آخر، عرفت بلدة جمعة سحيم صباح اليوم حادثاً إجرامياً غير مسبوق بعدما استهدفت وكالة بنكية بعملية سرقة محكمة التخطيط. المعطيات المتوفرة تفيد بأن المنفذين لجؤوا إلى أسلوب غير مألوف، حيث أحدثوا ثقباً في جدار جانبي للوكالة، واستطاعوا الوصول إلى الداخل والاستيلاء على ما يقارب 100 مليون سنتيم قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة. الواقعة استدعت تدخلاً سريعاً من السلطات الأمنية والدرك الملكي الذين قاموا بتطويق المكان وفتح تحقيق بتنسيق مع النيابة العامة من أجل التعرف على هوية المتورطين وفك خيوط العملية. طريقة التنفيذ الدقيقة التي اعتمدت على الحفر دون إثارة الانتباه أثارت استغراب الساكنة المحلية، وأطلقت موجة من القلق بشأن تزايد هذا النوع من الجرائم المنظمة.
التحريات لا تزال متواصلة بهدف الوصول إلى المتورطين واسترجاع الأموال المسروقة، بينما يتابع الرأي العام مجريات هذه القضية باهتمام بالغ. وفي أخبار السياسة، ينعقد الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن إحداث رسم شبه ضريبي يسمى رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس. وحسب البلاغ، سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشأن إنشاء المقر الدائم لهذه المنظمة بالمغرب، الموقع بالرباط في 30 من أبريل 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الدستور. وفي خبر آخر، اهتزت المنطقة السياحية عين أسردون بضواحي بني ملال مساء أمس على وقع حادث مأساوي، بعدما لقيت شابة في مقتبل العمر مصرعها على الفور، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة إثر تساقط صخور من أعلى الهضبة المطلة على الشلال. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية البالغة من العمر حوالي 23 سنة والمنحدرة من جماعة تجزرت كانت تستمتع بجمالية الشلال، قبل أن تفاجئها صخور متساقطة أصابتها مباشرة على مستوى الرأس، ما أدى إلى وفاتها في عين المكان وسط صدمة وذهول الحاضرين. الحادث نفسه خلف إصابة شابة أخرى تنحدر من مدينة الدار البيضاء تبلغ من العمر حوالي 20 سنة، تعرضت لكسر على مستوى الكتف، ليتم نقلها على وجه السرعة نحو المستشفى الجهوي ببني ملال قصد تلقي الإسعافات الضرورية. أجرى المنتخب الوطني للاعبين المحليين اليوم الاثنين آخر حصة تدريبية له، استعداداً للمواجهة التي ستجمعه اليوم بالمنتخب السنغالي ضمن نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تستضيفها كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا بشكل مشترك. وقد وضع الإطار الوطني طارق السكتيوي مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين خلال هذه الحصة التدريبية اللمسات الأخيرة على الجانبين التكتيكي والتقني، قصد تأهيل العناصر الوطنية للظهور بأفضل جاهزية ممكنة في مباراة الغد. وعاينت هيسبورت أجواء جيدة داخل آخر حصة تدريبية للعناصر الوطنية، حيث عبر لاعبي المنتخب المغربي عن رغبة قوية في تخطي المنتخب السنغالي وبلوغ النهائي،